اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنشوف معانا الطريقة الصحيحة لتنظيف مبرد صحراوي فريش. هنشوف ازاي نقدر ننظف حوض التكييف الصحراوي فريش، علشان طبعا تكرار المية لما الغطس بيرفع المية على الكرتون وترجع تنزل تاني في الحوض، فبيبدأ طبعا بعد فترة اسبوعين او شهر بتبدأ طبعا رغم ان انت طبعا المية بتخلص وبتغير المية، بس بتبقى فيه رائحة كده مش كويسة. فطبعا بيفضل ان انت تنظف الحوض كل فترة. هنشوف دلوقتي ازاي تقدر تفك الجنب بتاع المبرد، وازاي ان انت تقدر تنظف حوض التكييف. هنشوف مع بعض دلوقتي خطوة بخطوة، تابعونا. اول حاجة دلوقتي هنيجي في الخلف ده كده، طبعا الخلف بتاع التكييف الصحراوي طبعا بتبقى هنا كده في طبة اهي. هنبدأ كده نشدها لتحت شوية كده، هنلاقيها طلعت معانا دي كده الطبة. وطبعا برضو لما بتيجي تركبها طبعا بتضغط برضو عليها لفوق كده، هتلاقيها ركبت معاك. طيب الطبة دي احنا بنشيلها عشان لو في اي مية تفضى، دي اول حاجة بنعملها. طيب بعد ما نفضي المية بنعمل ايه بقى؟ بيبقى فيه مسامير اهو، ادي مسمار، اتنين، تلاتة، ده كده 3 مسامير في الجنب ده اهو، وفي مسمار هنا في المنتصف اهو 4، وفي هنا مسمار 2 3، يعني حوالي 7 مسامير. ال7 مسامير دول بنبدأ ان احنا نفكهم، واول ما نفكهم دلوقتي هنشوف مع بعض دلوقتي ايه اللي هيحصل معانا. طبعا برفق كده، وبتبدأ تفك المسمار بالشكل ده كده اهو. كده اول مسمار خرج معانا اهو. هنبدأ نفك المسمار التاني بالشكل ده كده اهو. كده خرج معانا التاني. هنبدأ نفك المسمار التالت اهو. كده التالت خرج معانا اهو. بعد ما فكينا ال7 مسامير يا اصدقاء، بتبدأ بقى تشد الجنب لبره كده، بتلاقيه خرج معاك بالشكل ده اهو. تبدأ ترفع كده، كده خرج معاك اهو بالشكل ده كده اهو. كده خرج معانا والتكييف ظهر من الداخل. كده اول ما شلنا الجنب يا اصدقاء التكييف ظهر من الداخل اهو. طبعا بقى كده دي الازايز اللي احنا بنسقع بيها المية، هنبدأ طبعا نشيلها من مكانها، ونبدأ طبعا ننظف الحوض. هو ده طبعا الحوض بتاعنا. هنبدأ كده نشيل الازايز ونشوف مع بعض. ده كده الحوض من الداخل يا اصدقاء. بعد ما شلت الازايز هنبدأ كده اول حاجة نشطفه بمية كده من غير صابون. طبعا بنبقى فاكين الطبة عشان لما اغسل بالخرطوم المية تنزل. هنبدأ كده بقى دلوقتي نجيب صابون وبحتة قماشة كده، ونبدأ ايه نغسل بقى المبرد بالشكل ده، او نغسل حوض المبرد بالشكل ده كده. ده كده طبعا الغاطس اللي قلنا عليه اللي بيرفع المية. بالشكل ده كده بنصوب من كل خزان المبرد، عشان طبعا الرائحة اللي بتبقى من تكرار المية بتطلع علينا.
طبعا بنغسل كده يا اصدقاء اهو. لازم طبعا ننضفه بطريقة طبعا سليمة وبالراحة، وطبعا بيبقى فيه حتت زرقاء كده من طالعة من الكرتون ده، فطبعا بنغسلها كويس بالشكل ده. بعد كده ما خلاص كده انتهيت من غسيل بالصابون يا اصدقاء، هنبدأ بقى نجيب الخرطوم المية، هنبدأ نغسل كده زي ما انا قلت، نبقى فاتحين الطبة عشان المية تنزل منها. بعد ما الحوض نضف زي ما حضراتكم شايفين كده يا اصدقاء، بنفس القماشة اللي احنا كنا بنعمل بيها، وطبعا بنعصرها بالشكل ده. بعد ما بنعصرها كده بنبدأ بقى نمسك الريشة بتاع المروحة دي، طبعا عشان هنا كده في موتور طبعا بتاع المروحة وكهرباء وكده، فمش هينفع ان انت تسلط المية او الخرطوم عليها، فبنبدأ طبعا نكتفي بمسح المروحة بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. ومن جوه كده اهو، من غير ميه ولا اي حاجه بالشكل ده كده. كده يا اصدقاء انتهينا من تنظيف المروحه والحوض. هنبدا بقى كده نقفل الجنب بتاعنا ونشوف مع بعض. بعد ما خلصنا طبعا هنبدا نقفل بقى الطبه بتاعتنا بالشكل ده اهو، وبنضغط طبعا عليها عشان تقفل معانا بالشكل ده كده. كده ركبت مكانها اهو. هنبدأ بقى نجيب الجنب بتاعنا ونقفل المسامير. بتقفل بقى الجنب كده يا اصدقاء اهو، بالراحة طبعا بالشكل ده كده. كده قفلناه في مكانه، وهنبدأ بقى نربط المسامير بالشكل ده كده. كده قفلنا المسامير زي ما حضراتكم شايفين كده يا اصدقاء، وكده يبقى احنا كده انتهينا من تنظيف الحوض بطريقة جيدة عشان الرائحة الكريهة. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد.